السلام عليكم ورحمة الله، نصلي على الحبيب عشان قلوبنا تطيب. ما بيهداليش بال كده ولا اهدى كده ولا ارتاح غير لما انكت الشقة. لما انا اكون متعصبة ومخنوقة باحط همي كله وغلي كله في قلب الشقة. آآ مش عارفة ده بقى يعني إيه تفريغ طاقة والّا ده تفريغ غضب والّا ده تفريغ إيه، سموها زي ما تسموها. المهم قُمت على الشقة، قُلت يالّا كده شدي حيلِك وقومي وشوفي ورانا إيه وننكت الشقة نكتة حلوة. إحنا طبعًا كنا ناكتينها من العيد والموضوع ما كانش بعيد يعني، ده الموضوع كله كان نقول شهر. فالموضوع برضه بسيط معانا، مش هنهد الدنيا يعني ونهد الحيطة ونهد ونشيل ونحط زي ما كنا عاملين في العيد، لأ. ده أنا هادّي تنفيضة كده وألِم الفرش اللي أنا كنت حاطاه على الركنة دوّة أغسله، وألِم الحافظات برضه ألِمّها وأغسلها يعني عارفة أنتِ بقيت بقى غسيل. يعني أنا كنت باغسل البطاطين وخلّصنا غسيل البطاطين وشِلتها وكيّستها، أخُش بقى على اللي بعده نشوف إيه تاني اللي يتغسل. عارفة أنتِ ما اللي هو أنا مش عايزة أكسّل، أنا عايزة ألِم كل حاجة، حاجة كده والِم الدنيا وابتدي إن أنا إيه، تبقى عندي الدنيا متضبّطة يعني حتى لمّا يخُش عليّا العيد الكبير تبقى برضه إيه، حاجات بسيطة اللي بتتعمل. طول ما أنتِ في إيدِك في الشقة كده وأول بأول هتلاقي نَفْسِك اللي حاجات بسيطة، حاجات بسيطة، مش آجي ساعة العيد أنكُت الدنيا نكتة سودا وما باعرفش ألمّها. أنا مش عارفة، أنا لمّا باقلب الدنيا كده باحس إن أنا تُهت أو عكيت الدنيا فوق دماغي. فأنتِ شدّي حيلِك، قومي كده اتجدعني، قومي افطري الأول، وبعد ما تفطري اعملي لِك كوباية قهوة أو كوباية شاي، شوفي أنتِ بتفوّقي بإيه، بحيث إن يدّيكِ كده إيه نشاط كده وحيوية. لو أنتِ حاسة إن أنتِ همدانة أو حاسة إن أنتِ مش قادرة تقومي أو حاسة إن أنتِ مش قادرة تعملي أي حاجة، لأ قومي بس سمّي الله كده ووحّدي الله وصلّي على النبي واستغفري. وكل الحاجات دي بتدّيكِ power وطاقة أجدعها من كوباية قهوة. بس يا ستي مش قادرة برضه وحاسة إن أنتِ لأ، أنا فاصلة وكده، استعيذي بالله كده واعملي كوباية نسكافيه، كوباية قهوة، كوباية شاي، وشدي حيلِك كده واتجدعني وقومي انكُتي اللي وراكِ. امسكي أوضة، أوضة، ما يعني ما تجيش على نفسِك وتقولي ده أنا هاعمل الشقة كلها، لأ طبعًا. أنا كنت عاملة الأوضة الكبيرة ساعة أمّا أنا كان الفيديو اللي قبل ده اللي إحنا كنا غاسلين فيه البطاطين وكده، مسكتها برضه نكدتها كده بعد ما شِلت البطاطين وروّقت الدنيا، مسكتها نكدتها ونفّضتها وكنست ورُحت ملمّعة ورُحت فارشة المشّايات تاني. جيت برضه للأوضة التانية الصغيّرة، برضه نفس النظام، مسكتها نفّضتها وغيّرت سرايرها ولمّعت الدنيا ورُحت فاردة المشّاية بتاعتها. هاجي ده مرّة تانية أروح جاية ماسكة الصالة وناكداها وعاملاها، دي مرّة تانية. أخلّي المطبخ والحمام كده في يوم تاني. عارفة أنتِ ما تجيش على نفسِك وما تقسيش على نفسِك، ما باقولكيش اقسي على نفسِك وتيجي على نفسِك علشان خاطر إيه، ما تحسّيش إن الدنيا كركبت فوق دماغِك كده، لأ. بالراحة يا ستي، ما حدش بيجري ورانا، ودي فترة امتحانات أنا عارفة ومقدّرة إن دي فترة امتحانات، الله يعينكم كلّكم يا رب. بس يعني إيه، مش هنسيب الدنيا برضه كده معكوكة. يعني بنعمل غدا وبنذاكر لعيالكم، يا رب، يا رب ربنا معاهم. طبعًا أنا ما عنديش عيال في مدارس، أنا لسه الاتنين في حضانة. فيعني جميلة إن شاء الله السنة الجاية إن شاء الله هتخش مدرسة. فأنتم ربنا يعينكم ويقويكم. أنا عارفة إن ده ضغط جدًا، بمجرد ما بتعملي شوية الأكل بتبقي عايزة تقعدي مع ابنِك أو بنتِك وتفضلوا تراجعوا. ده الموضوع كله أقل من شهر تقريبًا الجدول نزل، الموضوع صعب ومُهلِك، أنا عارفة والله. بس معلش، حاولي برضه إن هو يعتمد على نَفْسه في المذاكرة هي تعتمد على نَفْسها في المذاكرة. خلّيها تحفظ لوحدها أو يحفظ لوحده وأنتِ تعالي يا دوبك أنا راجع. ادّي امتحانات، خُد أنت حِل دوّة الامتحان وأنتِ تراجعي. ما تبقيش قاعدة معاه إن أنتِ تعوّديه إن هو إن أنتِ تساعديه وكده في الامتحان. ما فيش حد بيساعد حد، هُم بيسيبوا له ورقة الامتحان وأنتِ عيش مع نَفْسك. فأنتِ حاولي توصّلي المعلومة على قد ما تقدري وخلّيه يجتهدوا كده لوحدهم، وخلّيهم إن هُم إيه، ي يبقى معاهم ربنا. أنتم بقى معاكم ربنا كده ومعاكم دماغكم. أنا عارفة إن الدماغ ضايعة، بس ادعي لهم. أنتِ ما فيش حاجة بإيدِك غير إن أنتِ تدعي لهم، فهُم ربنا معاهم يا رب وإن شاء الله من الأوائل وإن شاء الله ناجحين. وربنا يا رب يكون مع الثانوية العامة، ربنا يكرمهم يا رب ويجعل الصعب سهل في إيديهم ويطلعوا كلّهم مجبورين الخاطر. يا رب أولادكم كلّهم في أي مرحلة تعليمية ربنا يجعلهم مجبورين الخاطر ومن الأوائل إن شاء الله، آمين يا رب العالمين. أنا هنا كنتِ عارفة أنتِ اللي هو إيه، نكدنا الدنيا كده ونفّضت اديت تنفيضة حلوة ورصيت المساند زي ما هُم وكنست كده من على الوش، نفّضت مكان الستاير. أنا بُصّي أنا عندي التراب ده أزمة صعبة أوي. أنا يعتبر إن أنا في شارع عمومي، عربيات رايحة جاية والشارع بتاعي مفتوح وأنا دور تاني.
التراب 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 مش سايبنا بجد، والله ايدي فيها على طول ومش بسكت، على طول ماسكه المقشه كده وبدي تنفيضه ولمع كده. بس بقى ايه، اول ما حسيت ان الحر كبس علينا لازم اشيل السجاد، دي عاده بقى فيا، لازم السجاد كده ايه يتشال. بس لو وصلتي معايا لغايه هنا وحياة حبيبك النبي محمد تعملي لي لايك، ولو مش مشتركه عندي في القناه يعني اشتركي. انا بصي بحفزك، انا مش بعمل اي حاجه غير ان انا بحفزك واقول لك قومي وتجدعني، وبديكي باور كده وبديكي طاقه كده، واقول لك قومي شوفي وراكي ايه ولو عندي شويه حاجات تفاصيل معينه كده او شويه حاجات في الاكل، شويه حاجات كده مش بخبي عليكم حاجه بقول لك، فانتي بالله عليكي تدوسي لي لايك. زي ما قلت لك، اول ما بحس ان الحر كبس عليا ما بحبش تبقى الشقه متغطيه بالسجاد، بحب اشيل السجاد يا دوبك هي حافظات بس، بحيث ان انا ايه لو هوب يلا همسح يا دوبك الحافظه بمسكها اروح راميها على الحبل، او ان انا لو هشطفها عادي اروح شطفها على طول، سريعه يعني وسهله معايا، غير السجاده ما بشيلها وانكتها واشيل واحط والموضوع تقيل ومهلك. فبحس ان كده صيفي اكتر يعني، الشتا شتا بديله حقه، وفي الصيف في الصيف بديله حقه. يعني اللي في الصيف انا لو عليا عايزه اشيل كمان الستاير واشيل الدنيا كده، واحس ان الدنيا عارفه انتي كل حاجه كده بتدخلي هوا. لا بس بحط الحفاظات، بلمع المراوح، بمسك المروحه كده بالمقشه كده كنوسيها كده، وبعد كده لو في سلم ولا في حاجه وطلعي ابنك كده ولا بنتك وامسكي لهم السلم ولا يلا امسحي كده ولمعي الدنيا، بحيث تبقى عارفه انت انا جاهزه بقى للصيف، انا كده جاهزه. في ناس لو الناس عندها تكييفات ولا حاجه بتبتدي ان انت تكلمي الشركه تيجي تغسل لك التكييف ويظبط لك الدنيا، علشان مجرد اول ما الصيف بجد بيخش علينا كده بيبقى فيه ضغط، وتقعدي تكلميهم وتعالى لي ومش عارف ايه. يعني انا جربت الموضوع ده في كذا حد عنده تكييف، بيبقى الموضوع صعب قوي ان انت تكلمي حد ويجي يعمل صيانه، فانت لسه معاكي شهر خمسة، ان شاء الله ان شاء الله شهر خمسة ده يبقى حلو، هيبقى عارفه انتي ربيعي كده حلو، يعني ان شاء الله مش هيبقى حر كده وناخد الموضوع من اوله، والموضوع لسه بدري قوي. بس اللي هو ايه، ابتدي اعملي حاجات في الشقه، او لو عايزه تستني بعد الامتحانات استني بعد الامتحانات، بحيث ان انت تخلصي امتحاناتك وتفوقي كده لشقتك، مفيش اي مشكله. عايزه تبتدي واحده واحده وتشيلي واحده واحده كده برضو مفيش مشكله. دي المكان اللي انا بعمله ده في المكان الصاله اللي احنا بنقعد فيها دايما، اكلنا وشربنا مذاكرتنا حياتنا، فعارفه انت تلاقي الدنيا مكركبه. بصي في حافظه، وتحت الحافظه دي في سجاده، وفي تحت السجاده في سجاده تانية اللي هي الاصليه بقى اللي انا بفرشها اصلا لوحدها ديت في المناسبات او في العيد او كده. فده كان حاجه شتوي، ده البيات الشتوي. فلا انا هشيل بقى كل ده، يا دوبك هي الحافظه بس كده، والموكيته اللي تحتيها برضو عشان لو دلقنا ميه ولا في حاجه ما يبقاش الموضوع صعب. ف والسجاده دي هي دي نظيفه عندي الحمد لله، نظيفه ودايما مغطياها من جميع النواحي، فهبرمها واشيلها. ده بيات شتوي خلاص، خلاص او لو ساعه العيد ان شاء الله العيد الكبير هفرشها كده، اللي هو 3 4 ايام مش اكتر، وبرجع هرجع اشيلها تاني، عشان خاطر بجد الجو بيبقى حر قوي. وانا على طول بتلاقيني بقى ماسكه الجردل والشرشوبه وعماله المع من هنا ومن هنا ومن هنا. بصي الستاره اللي هو جميله وليلي، بصي في جميله وليلي واقفين ورا الستاره عمالين، بصي جميله خرجت لكم ايديها اهي. الستاره دي انا حطيتها على الناموس، الناموس صعب قوي في عندنا، صعب جدا، والباب لو اتقفل بجد الموضوع خنقه والجو حر، فانا مش بصراحه مش عايزه اقفل الباب. فالستاره دي انا خدتها من عند حماتي ربنا يبارك لها يا رب ويديها الصحه، قلت هحط ستاره، اي ستاره شيفون كده عندك، ستاره خفيفه خالص خالص خالص، بحيث ان تدخلك منفس هواء وتمنع بقى عنك الناموس بقى، ان الناموس يخش. لان بجد الناموسه لو دخلت والباب مفتوح انت ما بتناميش، اذا كان بقى من الهرش، اذا كان من الزنه بتاعتها، الزنه دي صعبه قوي بتصحينا وتقلينا بجد، والعيال بتتبهدل من الناموس. فانا حطيت الستاره الشيفون دي حاجه خفيفه قوي خدتها من حماتي، فحطيتها بجد الموضوع نجح. ومش برش بقى ولا بيرسول ولا بولع بخور ولا بعمل اي حاجه، ممكن يعني على مدار اليوم ممكن تلاقي ناموسه واحده، دي مقدور عليها. انما البيرسول والبخور والحاجات اللي احنا بنقعد نرشها في الاوضه دي، واصلا غلط على صدر عيالنا، الموضوع ده صعب قوي. فانا عارفه انتي بجد الموضوع ده يعني الستاره دي نجدتني. غير بقى ان انتي اصلا بتصرفي على الناموس، يعني الموضوع برضو في حته الصرف على الناموس ده موضوع صعب قوي، ان انا اقعد اصرف واجيب بيرسول وبجيب حاجات وبخور مش نافع، وبجيب مش عارف ايه مش نافع، وبجيب ده مش نافع،
وانت عماله تصرفي وخلاص. فالموضوع ده بجد ريحني قوي، ريحني ان انا ما بيدخلنيش ناموس، ريحني ان انا ما بصرفش وما بجيبش الحاجات بقى المقرفه دي اللي هي اصلا بتتعب اطفالنا وبتتعبنا احنا اصلا. انا عايزه اقول لك ان انا صدري بيبقى متدمر بسبب الحاجات اللي احنا بنقعد نرشها دي. بس الحمد لله الحمد لله، حته الستاره دي انا مكتفيه بيها بصراحه. والاوضه كده عندي متهويه والدنيا حلوه، والصبح بروح قايمه فاتحه الشباك كده ومهويه الاوضه عندي ومظبطه السراير. وعارفه انت طول ما انت ايدك في الشقه واحده واحده تحس ان الموضوع سهل قوي، سهل وبسيط، غير لما بنسيبها بالكركب وبنقلب الدنيا. وكفايه علينا اصلا المواعين، وكفايه علينا عيالنا، هو كفايه علينا بجد العيال بجد. طول ما بيبقى معاهم اكل ومعاهم شرب ومعاهم حاجات بتبقى انت عايزه تلمي خايفه بقى من نمله، خايفه من اي حشره تيجي كده بسبب حته لقمه وقعت ولا حته حاجه وقعت في الارض كده. الموضوع ده بيعصبني والله العظيم بجد جدا. او لما بيبقوا قاعدين بياكلوا ببقى عارفه انت، ببقى قاعده لهم كده في الارض، اقعدوا جنبي هنا كده كلوا هنا، وبعد كده قوموا اتفشوا وروحوا في اي حته، ما عنديش مانع، لكن ما تقوموش من هنا وانتوا بتاكلوا. معلش بنشد عليهم، بجد بنشد عليهم في الحته دي. بس انا بخاف قوي من حته النمل. النمل بيبهدل العيل وبيبهدل الشقه، فانا بخاف قوي من حته النمل. هنا كنت خلاص خلصت برضو الصاله دي. انا عايزه اقولك ان البتاع الخشب اللي انا بشيلها دي بتتعبني جدا والله، تقيله تقل. وانا دايما بقى في الصاله دي بقعد اشيلها واحطها واشيلها واحطها واكنس وامسح واروق. فالموضوع بجد معايا الكنب الخشب ده صعب قوي. فمعلش الله يقوينا كلنا والله، يا رب يديك الصحة ويكرمك. فربنا يا رب يدينا العافية ويدينا صحة على صحتنا طول ما معاك عيال. ويا رب يا رب يا رب يرزق كل مشتاق، يا رب يرزق كل مشتاق بالذرية الصالحة، يا رب راضي كل الناس كلها. يا رب ربنا يكرمكم كلكم، ربنا يعوض عليكم بالخير، ربنا يفك كربك وكربي وكرب الناس كلها. امني ورايا وقولي امين. يا رب ربنا يوسع عليكم بحق الايام. احنا في ايام مفترجه، ذو القعده ده ايام مفترجه، ده شهر الخير، ده شهر بقى يعني عارفه انتي، في يوم عظيم. لا احنا كده ايه، ذو الحجه لا لسه هيخش علينا. اه لسه ذو الحجه، بس برضو دي من الاشهر المحرمه يعني برضو. فكلها شهر، كلها ايام خير، وكلها ايام ربنا، وكلها ايام يعني كلها رب رمضان. هو رب بعد رمضان هو. فكلنا برضو نحرز من الحاجات الغلط اللي احنا بنعملها، ناخد بالنا. اه بنقع في غلط غصب عننا. بصي ما فيش حد معصوم من الغلط، كلنا بنغلط. فيعني ايه، ربنا يا رب يتولانا ويبعد عننا الحاجات الوحشة ويبعد عننا الحاجات الحرام. وربنا يا رب يكرمنا كلنا ويكرم اولادكم، وربنا معاهم امين يا رب العالمين. انا حاسه ان انا بتكلم كتير وطولت عليكم، بس انا بصراحه بحب ادعي للناس، انا بحب ادعي للناس عشان خاطر الملائكه بجد بتقول لي ولك بالمثل. يعني انا كل ما بدعي لحد او بتدعي باي حاجه انت نفسك فيها، ادعي ليكي ولغيرك. يعني يا رب كرمني وارزقني، يا رب كرم الناس كلها وارزق الناس كلها، يا رب فك كربي وكرب الناس كلها. فالملائكه بجد بتدعي كده وتقول لك ولك بالمثل. فدي حاجه حلوه قوي ان الملائكه تدعي لك وتقول لك ولك بالمثل. واوعي تدعي على حد، واوعي لو في حد مضايقك ولا حاجه، كلمه حسب الله ونعم الوكيل كفيله، كفيله. يعني دي بتهزل لها 7 سماوات. كفيل ربنا يجيب لك حقك. وما تقوليش غير حسب الله ونعم الوكيل ده لو في حاجه مضايقاكي او في حاجه مزعلاكي. بس كنت خلصت برضو الصلاه هنا. بصي جميله، قولي لي واقفين ورا الستاره عايزين يخرجوا ينكشوا باي طريقه، نكش بقى عارفه انت نكش. اشد الحته دي، اشد البتاعه دي، اخرج اجيب اي حاجه كده وادهول بيها الدنيا لماما، ما فيش مشكله، ما عندهمش اي مشكله بجد والله، نكش لا يوصف. هنا السجاده عندي انا دي هشيلها، بس انا مستنيه ابو جميله كده ي... يفضلي، علشان السجاده الكبيره دي انا بشيلها وبكيسها وبروح شايلاها طبعا. انا عندي تحت سرير متقفل، فبشيلهم فوق الدولاب، بكيسها بس الاول وبعد كده بشيلها فوق الدولاب. انما السجاده الصغيره دي انا هغسلها، والسجاده بتاعت الركنه برضو هغسلها. عارفه انت، اللي هغسل كل حاجه، هشيل كل حاجه نظيفه، هشيل كل حاجه عشان لو احتجت حاجه اللي هو انا هطلعها نظيفه، والدنيا تبقى معايا ايه قشطه كده في العيد، قشطه كده على الشتاء ان شاء الله يدينا ويديكوا طولة العمر، ويبقى الدنيا عندي حلوه كده ونظيفه. دخلت هنا الاوضه هنا ما فيهاش اي حاجه غير ان انا هطبق غسيل. انا تعبت من الغسيل
والله بُصّي الغسيل ده بيتطبّق، وفي غسيل على الحبل، وفي غسيل في باسكت الغسيل، وفي غسيل في الغسالة. ف ده إحنا عندنا كلّنا ما تقلقيش، ده مش عندي أنا مش باتكلّم عن نَفْسي بس، أنا باتكلّم علينا كلّنا. بس نصيحة منّي ما تركّنيش كده وتحطّي على الكرسي وكل ما تلمّي غسيل تحطّيه على الكرسي، كل ما تلمّي غسيل تحطّيه بازهق أنا من الموضوع ده. فأنتِ أول بأول لمّيتِ حبل أكنِّك لسه واقفة بتلمّيه، كمّلي كده نشيره، وفي كمّلي كده تطبيقه. وعلى فكرة في ناس وهي بتلمّه من على الحبل بتطبّقه، ودي حاجة حلوة بصراحة، إن أنتِ عارفة أنتِ يا دوبك باشيله وهو متطبّق كده، ده لو هو مش كتير، إنّما لو كتير صعب أوي صعب طبعًا إن أنتِ تقفي تطبّقيه وأنتِ بتلمّيه من البلكونة أو من الشباك بتاعِك. بس نصيحة منّي بجد إن أنتِ أول ما تلمّيه تروحي مطبّقاه على طول ومدخّلة كل حاجة حاجتها كده، وبالذات بقى لو في هدوم صغنّنة دي بتعلّني، الهدوم بتاع جميلة وليلي دي تحسّي إن الهدوم دي بتتكاثر، زي المواعين كده بالضبط بتتكاثر. بتبقى رخمة أوي في لمّها. بس كنت خلّصت بقى الشقة وخلّصت حاجتي وخلّصت دنيتي، ما فيش غير هنا والمطبخ عندي قشطة فُلّة شمعة منوّرة، يا دوبك شوية الهدوم دي كل واحد رايح فين. وطبعًا كنت مطبّقة الدواليب ومضبّطة الدواليب، فعارفة أنتِ كل حاجة رايحة في حتّة. ويا رب يكون خفيف على قلبكم باعرف أشجّعكم. ما تنسيش تحطّي لي like. ربنا يسعد قلبِك آمين يا رب العالمين. شكرًا يا سِت الكل.